منتخب مصر هيلعب كمان ساعة وكل الناس بتسأل على أي قناة نتفرج عليها على الماتش، أنا جايب لك يا عم القناة اللي أنت هتتفرج عليها على الماتش، هيتذاع على أون تايم سبورت الأرضية، أون تايم سبورت الأرضية، فلو ما عندكش القناة ما تقرفناش واتفرج زينا على النت، ما هو احنا ما نخلصش الباقة وأنت قاعد بتتفرج على التلفزيون وسايب الباقة بتاعتك زي ما هي، أمال أنت صارف ومكلف وجايب نت ليه؟ عشان تتفرج على التلفزيون في الآخر، ما تقرفناش بقى، دي حاجة، الحاجة التانية تعالى بقى نقول لك التشكيلة بتاع منتخب مصر، التشكيلة بتاعت منتخب مصر من القائمة اللي أنا شايفها كده هطلع لك أحسن تشكيلة، وأتمنى ان انت تقولي في الكومنتات برافو عليك يا ديشا بيب جوارديولا انشيلوتي 7-10. مبدئيا كده المنتخب حراسه المرمى هيبقى محمد به الشناوي، فخط الهجوم هيبقى الكابتن احمد حجازي، الكابتن احمد حجازي اتمنى ان هو يكون حجازي مش كريازي، والكابتن رامي ربيعه اتمنى ان هو يكون ربيعه مش بديعه، دي حاجه. الحاجه الثانيه محمد هاني باك يمين هيلعب بالولا محمود ولا محمد حمدي ده بتاع بيراميدز باك شمال. نص الملعب انت عندك في نص الملعب اساطير، يعني هتلعب بمروان عطيه وهتلعب بحمدي فتحي وهتلعب بالكابتن احمد السيد زيزو، تمام. انا مش عارف بقى هو ينزل النني ولا لا، بس انا شايف ان دول افضل ثلاثه في نص الملعب، ولكن انا شايف ان زيزو لو قعد ونزل بعد كده تبديله على الاطراف هيبقى اكتر ومؤثر اكتر. فنص الملعب يبقى حمدي فتحي، مروان عطيه، احمد نبيل كوكا او محمد النني، ولكن زيزو ينزل تبديله في الجناح هيبقى افضل وهيبقى مؤثر اكتر يا جدعان. زيزو لاعب كويس، عمرنا ما طلعنا قلنا ان هو عليه لاعب وحش، لا لاعب كويس ولاعب مؤثر، ولكن لو لعب في حتته وادى كويس هيبقى لاعب على اعلى مستوى، ولكن لو نزل في نص الملعب بيفقد نص قوته، نص ثلاث ارباع قوته اصلا. كده يا جدعان اتكلمنا في خط الظهر وخط الوسط، اتمنى ان هو النهارده يكون قدام كاب فيردي خط وسط مش هز وسط خالص، لان صفيناس في الساحل مش فاضيين النهارده، دي حاجه. خط الهجوم بقى هو معروف مصطفى محمد خط هجوم، مصطفى محمد رقم 9 ويلعب محمد صلاح ومحمود تريزيجيه او مرموش، دي افضل تشكيله لمنتخب مصر اللي بتلعب على طول، غير كده يبقى عك وهتبقى ماشيه بالذات. الله المستعان، ونكسب النهارده ونعمل اللي علينا ويبقى شكلنا كويس عشان نطلع نصيح بعد الماتش، لو خسرنا مش هنعرف نصيح واحنا بنحب الصياح. سلام عليكم.